ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد الفرماوي. شاركت في المسيرات الاحتجاجية ليوم الغضب يوم الجمعة 28، وأنا كنت معايا شنطة إسعافات على ظهري، رحت بيها التحرير، كنت بعالج بيها الناس المصابين. وبعدين بعد ما الجيش نزل على الساعة 1 طلب مننا الجيش عند حتة مجلس الشورى كده، طلب مننا الجيش إن احنا نعدي عساكر خايفين من مكان ونعديهم يوصلوا يلتحموا ببقية العساكر اللي عند الداخلية عشان ياخدوا بعض ويروحوا. عملنا لهم كردون مننا احنا عشان محدش يضربهم ومحدش يعمل لهم اي حاجة، وعدوا واحنا بنسلم عليهم. اول ما عدوا الناحية التانية الضابط بتاعهم في الداخلية اداهم ذخيرة وامرهم كلهم ان هم يضربونا في ظهرنا، وبدأوا يضربوا فينا كلنا. جريت انا وشوية زمايل ليا كده، استخبينا جوه مجلس الشورى. دخلنا مجلس الشورى، اول ما دخلنا موظفين الامن اللي جوه المجلس قالوا لنا استخبوا ما تخافوش يا اولاد وكده، بس طلع علينا واحد من جوه المجلس من الناحيه التانيه من السور من تبع الداخليه، وطلع مسدس وقال لنا هضربكم برصاص حي، اطلعوا اجروا دلوقتي حالا. قلنا له لو جرينا هيموتونا، خلاص بره بيضربوا رصاص حي على الناس. قال لنا انا هموتكم، بدأ يضرب علينا، فكلنا طلعنا نجري جنب سور مجلس الشورى. واحنا بنجري ضابط داخليه قال لنا اقفوا وارفع ايدك واديني ظهرك. انا كنت تاني واحد بجري، فوقفنا كلنا رفعنا ايدينا. فانا ببص للي قدامي لقيت بالظبط هو كان ظابط معاه شوت جان اللي هو بيتشد كده ده، لقيت اللي قدامي فيه خرم في ظهره مره واحده ووقع قدامي، وقع شهيد ان شاء الله عند ربنا سبحانه وتعالى. وبعد كده فانا حاولت اجري، جت رصاصه في فخدتي الشمال فوقعت على طول. محسيتش بقى غير كل زمايلي قاعدين بيقعوا فوقيا، كنا بالظبط زي ضمنه وفراخ بتقع على بعض كده. اول ما وقعنا جه الظابط وجه جم العساكر نزلوا يضربوا فينا، وبقوا يضربوا واحد واحد ويشيلوه، يضربوا واحد واحد ويشيلوه، يضربوا واحد واحد ويشيلوه، لغايه لما وصل لي. كان فوقيا حوالي 7 مثلا، لغايه لما وصل لي فضل يضربني بالبندقيه. كنت انا عامل كده ومغطي، لما شفتهم بيضربوا غطيت قفايا وعامل كده. فضل يضربني جامد جدا بظهر البندقيه في دماغي. طبعا هو كان بيشتم شتايم بذيئه جدا، يا ولاد يا ولاد يا ولاد. فتح لي هنا 4 اماكن في دماغي هنا من جوه، فتح لي 4 اماكن هنا مختلفه في دماغي بظهر البندقيه. وبعد كده كنت بنزف جامد جدا من فخدتي والدم ملا الارض. فالعسكري قال له بينزف يا ريس، فقال له بينزف منين يا ابن فقال له شاور له على رجلي. فالظابط بقى يضربني بالبياده في مطرح ما الرصاصه دخلت، فضل يضربني فيها كتير جدا لغايه لما العسكري قال له يا ريس ده بيخلص. فسابني الظابط ومشي. جه العسكري تاني جنبي، قلت له انا بنزف، قال لي هجيب لك اسعاف. قام جاي رفعني من كمر البنطلون وسرق كل اللي في جيوبي ورماني تاني، وما اعرفش ايه اللي حصل. بصيت لقيت شباب مصر ربنا يكرمهم من كل حته هجموا بالحجاره على الداخليه جامد قوي قوي قوي. فضلوا يهجموا عليهم لغايه لما لقيت ناس جت شالتني. واحد ربنا يكرمه شالني على ظهره وبقى يجري، وهما بقوا من ورا يضربونا بالرصاص اللي هو بيفرقع خرز ده. يعني مش كفايه ان انا كنت مضروب لدرجه الولد بيقول لي هم عايزين يموتوك ولا ايه؟ ماله ظهري كله خرز من اول ركبي لغايه ظهري كده كله مليان خرز، لغايه ان انا لدرجه ان انا كنت في المستشفى ما بعرفش، يعني تعبان جدا، لا عارف انام ولا عارف اقعد ولا عارف اعمل اي حاجه من كتر ما الخرز ده كان بيرشح. لولا الشباب عليا ربنا يبارك لهم شالوني وجريوا بيا الشارع كله طويل جدا، جريوا بيا رجاله مصر، هم دول رجاله مصر بجد، هم دول اللي جريوا بيا. وبعد كده العربيات في الشارع كانت بتقف لاي حد مصاب تاخده وتنقله على المستشفى. انا اتنقلت في عربيه من كتر المصابين، اتنقلت في عربيه كانت عربيه كوبيه. العربيه دي كنا احنا 3 راكبين في الشنطه، اللي مصابين مش عارفين يخشوا من جوه، و4 جوه العربيه.
كانت العربيات ما بتنقلش غير المصابين بس من كتر من المصابين. واتنقلنا بعد كده، رحنا اللي انا عرفته بعد كده ان انا رحت مستشفى القصر العيني. دخلت مستشفى القصر العيني، ما كانش فيه اي حاجه اتعالج عليها سرير كتر المصابين او اي حاجه. اتعالجت على الارض. الدكاتره بداوا العلاج على الارض، قطعوا لي البنطلون على الارض وبداوا يشوفوا الجرح على الارض. اول ما الدكتور اللي عمل لي العمليه ربنا يبارك فيه الدكتور عمرو شافني، قال لا ده لازم يخش عمليه حالا، لان الرصاص اللي اتضربت بيه رصاص محرم دوليا. رصاصه يخش منها جزء في الجسم ويفرقع جوه الجسم جزء تاني. فقطع لي الاورده والشرايين بتاعت رجلي الشمال كلها فخده. فاضطريت اخش عمليه. قعدت في العمليه 8 ساعات. العمليه بالظبط كانت اوريكم اللي فيها. نسبة الهيموجلوبين ساعة ما دخلت كانت كام؟ نسبة الهيموجلوبين في الدم بعد ما دخلت مع أول تحليل كانت 6. وده معناه انك فقدت نص دمك. وده معناه إن أنا فقدت نص دمي أو يمكن أكتر، لأن هي المفروض في الراجل الطبيعي 13 ل 17 تبقى من 13، هي مينيموم 13، هي 13 ل 17. دي كده العملية بعد ما اتحسنت. دي مطرح خروج الرصاصة. ده مطرح خروج الرصاصة. دي الشرايين اللي اتقطعت هي ودي. ده مطرح الخرز. ده حتة جزء من مطرح الخرز عشان ارفع رجليك كده يا عبد الرحمن. لا ما تفتحش. ده مطرح الخرز كده. وده الجزء اللي من الناحية اليمين اللي اتاخد منه الأوردة والشرايين السليمة عشان تتنقل الناحية اللي الرصاصة قطعها هتكت فيها الشرايين. الجزء بتاع السمانة ده الدكاترة فاتحين في اللحم حتة عشان تفك الضغط عن الأوردة والشرايين لغاية لما تتكمل في تكوينها وكده. أنا بس أحب يعني في الآخر أوجه رسالة إن أنا مش عايز أحاكم ضابط الداخلية ولا عايز أحاكم وزير الداخلية. أنا عايز أحاكم اللي مشغلهم، عايز أحاكم رئيس الجمهورية. مش عايزه بس يرحل، أنا عايز أحاكمه وعايز أخد حقي منه. وعايز أمي اللي اتبهدلت وشفتها بتبكي دموع وألم، أنا ما بكيتش زي ما أمي بكت. عايزة تاخد حقها. وعايز أطمن كل أب وكل أم متلوهم حد إن هم يتأكدوا إن ولادهم في الجنة إن شاء الله، لأن إحنا شفناهم وشمينا ريحة دمهم وإحنا هناك. كلهم إن شاء الله في الجنة بإذن الله.